تحسين إنتاجيتك بتعتبر هي الجانب الأساسي لأي عمل ناجح، سواء كان شغل فردي أو تجاري، ولأنها بتقيس مدى كفاءتك وقدرتك على إنك تستغل الموارد اللي حواليك عشان تساعدك في إنك توصل لهدفك. ممكن تكون قدرتك على إنك تزود إنتاجيتك صعبة، لكنها مش مستحيلة، وإنت لو استخدمت الخطوات الصح هتساعدك في إنك توصل لأعلى إنتاجية أنت بتحلم بيها. بس في 5 خطوات مهمة لو قدرت إنك تعملها وتحافظ عليها باستمرار هتساعدك للوصول للإنتاجية اللي أنت عايزها. أول حاجة إنك تحدد الأولويات بتاعتك، وده معناه انك من بين المهام اللي انت المفروض تعملها تحدد مهمة واحدة بس وتركز عليها دلوقتي وما تفكرش في الباقي، وحاول انها تكون اهم مهمة فيهم، لانك لما بتعمل كده وتخلص المهمة دي بيساعدك انك تبص على المهمة اللي بعدها وتبدأ بعد كده تاخد واحدة ورا التانية، وبتكون حاسس بالانجاز اللي بيساعدك في انك تنجح وتتقدم اكتر، وكمان هتكون انجزت اهم الحاجات اللي مطلوبة منك. الخطوة التانية انك تقسم الاهداف الكبيرة. لو انا جبت لك فيل دلوقتي وقلت لك لازم تاكل الفيل ده وتخلصه، بغض النظر عن ان الفيل بيتاكل ولا لا، ده مش اللي انا اقصده طبعا. اللي عايز اوصله لك من المثال ده انك تعتبر الحلم او الهدف بتاعك هو الفيل ده، لازم توصل له او تخلصه. الحل الوحيد هنا انك تقسمه وتبدا تخلصه جزء ورا التاني. اهو ده اللي انا عايزك تعمله مع الهدف بتاعك، انك تقسمه لمهام صغيره يكون سهل عليك انك تعملها، كل مهمه بتساعدك في اللي بعدها لعند ما توصل للهدف الاساسي ليك. الخطوه الثالثه، وقت الراحه. لازم ما بين كل مهمة والتانية انك تاخد وقت تريح فيه عقلك وجسمك، ويفضل كمان انه يكون وقت محدد قبلها، عشان طول ما انت شغال ما تفكرش في انك تريح وخلاص، لا انت عارف انك لما تخلص الهدف بتاعك هترتاح بعدها. وكمان اخدانك للريسك بيساعدك في انك تفصل دماغك عن المهمة اللي كنت بتعملها وتبدأ تجهز عقلك للمهمة اللي بعدها. الخطوة الرابعة، تحديد موعد نهائي، وده معناه انك تحدد وقت نهائي للهدف او التاسك اللي انت المفروض تخلصه، لانك بكده بتشجع نفسك انك لازم تخلصه في الوقت اللي انت محدده قبل كده، وما تسيبش وقتك مفتوح في الفاضي، لان ده هيستهلك الطاقه بتاعتك والتاسك ده هياخد وقت اكتر من اللازم. فحدد ميعاد نهائي تخلص فيه الهدف اللي انت عايزه. الخطوه الخامسه، إدارة وقتك. المفتاح بتاعك لزيادة الإنتاجية فعلا هو إدارتك الصحيحة لوقتك، وده معناه إنك تخلي لكل مهمة من المهام وقت معين بتبتدي فيه وديدلاين بتنتهي عنه، عشان وقتك ما يضيعش منك على مهمة واحدة أو إن يومك يعدي من غير ما تنجز الحاجات اللي عليك. فلازم تدير وقتك بطريقة صح عشان تقدر تزود من إنتاجيتك وتوصلها لأعلى مستوى أنت عايزه. الخلاصة، إنك تزود إنتاجيتك مش موضوع سهل، بس ممكن تقدر تعمل كده لو قدرت إنك تستخدم الخطوات والأدوات الصح اللي هتساعدك في انك توصل لأعلى إنتاجية انت بتتمناها، وكمان بتخلي أهدافك واضحة قدامك وتقدر تنفذها فعلا. كان معكم محمد صلاح، السلام عليكم.